أهلا بكم في هذه القناة. أنا لبنى، أخصائية تقويم النطق. فكرت في إنشاء هذه القناة لأنني خلال عملي لاحظت أن كثيرا من الناس يسمعون بتقويم النطق، ولكنهم لا يعرفون معناه الحقيقي، ولا يعرفون متى نحتاج إليه، ولا ما هو الدور الذي يقدمه أخصائي تقويم النطق. كثير من الآباء والأمهات يلاحظون أن أطفالهم لا يتكلمون مثل بقية الأطفال، أو أن كلامهم غير واضح، أو أن تواصلهم ضعيف. ويبقى السؤال دائما: هل هذا طبيعي أم يحتاج إلى تدخل؟ وكذلك كثير من الراشدين يعانون من صعوبات في التكلم، أو في الصوت، أو في التواصل مع الآخرين، ولا يعرفون أن تقويم النطق يمكن أن يساعدهم. هذه القناة وجدت لتكون مساحة للفهم، ومساحة للتوعية، ومساحة نبسط فيها مجال تقويم النطق بأسلوب هادئ وواضح. في هذه القناة سنتحدث عن النطق، والكلام، واللغة، والصوت، والتواصل. سنتحدث عن تأخر الكلام عند الأطفال، وكيف نميز بين التطور الطبيعي والمشكلة التي تحتاج إلى تدخل، ومتى يكون التدخل المبكر مهماً. سنتحدث أيضاً عن صعوبات النطق مثل اللثغ والنطق غير الواضح. سنتحدث عن التلعثم عند الأطفال وعند الراشدين، ونوضح متى يكون طبيعياً ومتى يحتاج إلى متابعة. سنتطرق كذلك إلى اضطرابات التواصل، واضطرابات طيف التوحد، وصعوبات التعلم المرتبطة باللغة، وسنقدم هذه المواضيع ببساطة واحترام. في هذه القناة سنصحح كثيراً من الأفكار الخاطئة، مثل فكرة أن الطفل سيتحسن وحده، أو أن تقويم النطق خاص بالأطفال فقط، أو أن جلسة واحدة كافية. سنتحدث أيضاً عن دور الأسرة، وعن أهمية التواصل اليومي، وكيف يمكن للبيت أن يكون جزءاً أساسياً من العلاج. هذه القناة ليست بديلاً عن التشخيص ولا عن العلاج، ولكنها خطوة أولى للفهم ولاتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب. إذا كنت أباً أو أماً، أو شخصاً يهمه تطور التواصل، أو تعاني أنت أو أحد أفراد عائلتك من صعوبة في التكلم، فهذه القناة وجدت من أجلك. في هذا الفيديو سنتحدث عن تخصص مهم ولكنه غير معروف عند كثير من الناس، وهو تقويم النطق. كثير من الناس يعتقدون أن أخصائي تقويم النطق وظيفته فقط تصحيح نطق الحروف عند الأطفال، ولكن الحقيقة أن هذا التخصص أوسع من ذلك بكثير. أخصائي تقويم النطق هو مختص صحي مدرب على تشخيص وعلاج اضطرابات النطق والكلام واللغة والصوت والتواصل بشكل عام، وهو يعمل مع الأطفال والمراهقين والراشدين وحتى كبار السن. فتقويم النطق لا يرتبط بعمر معين. يعمل أخصائي تقويم النطق مع الأطفال الذين يعانون من تأخر في الكلام أو اللغة، أو صعوبة في نطق بعض الأصوات، أو ضعف في الفهم أو التعبير. كما يعمل مع الأطفال ذوي اضطرابات التواصل واضطرابات طيف التوحد، وصعوبات التعلم المرتبطة باللغة. كما يعمل أيضاً مع الراشدين الذين يعانون من التلعثم أو التأتأ، أو اضطرابات في الصوت مثل البحة أو الصوت الحاد أو المنخفض، أو فقدان الكلام بعد جلطة دماغية أو إصابات عصبية. عمل أخصائي تقويم النطق يمر عبر مراحل مهم. في البداية يتم التقييم، حيث يتم جمع المعلومات وملاحظة طريقة التواصل وتطور اللغة أو الكلام، واستعمال أدوات وتمارين مناسبة للعمر. بعد ذلك يتم وضع خطة علاجية خاصة بكل حال، حيث تحدد الأهداف ونوع التمارين وعدد الجلسات. فلا يوجد برنامج واحد يناسب جميع الحالات. أما الجلسات العلاجية فتكون على شكل لعاب مع الأطفال، أو تمارين نطق وصوت ولغة، وتهدف دائماً إلى تحسين التواصل في الحياة اليومية. من المهم جداً عدم الانتظار طويلاً قبل استشارة أخصائي تقويم النطق. فإذا كان الطفل لا يتكلم حسب عمره، أو لا يفهم التعليمات البسيط، أو كان النطق غير واضح بشكل مستمر، فإن الاستشارة المبكرة تكون خطوة مهمة.
من الأفكار الخاطئة الشائعة أن الطفل سيتحسن وحده مع الوقت، أو أن تقويم النطق مخصص للأطفال فقط، أو أن جلسة أو جلستين كافيتان. في الواقع تقويم النطق يحتاج إلى وقت وصبر ومتابعة، وللأسرة دور أساسي في نجاح العلاج من خلال تطبيق التمارين في البيت، والتواصل الإيجابي، وتجنب الضغط والمقارن، وتوفير بيئة لغوية سليم. في النهاية تقويم النطق ليس رفاهي، بل هو تخصص يساهم في تحسين التواصل وجودة الحياة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. أتمنى أن يكون المحتوى قد كان واضحا ومفيدا لكم. إذا كان هذا الموضوع يهمكم، وإذا كنتم ترغبون في معرفة أكثر عن تقويم النطق، فأدعوكم للاشتراك في القناة. وإذا كان لديكم أي سؤال أو استفسار، يمكنكم تركه في التعليقات، وسأحاول الإجابة عليه في الفيديوهات القادم. أشكركم على وقتكم، وأتمنى لكم يوما طيبا، وأراكم في فيديو قادم.